السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم على creating structure columns. أول حاجة بتيجي من structure columns. آه آه، الاختصار بتاعها CL. خلينا مثلا أول حاجة نفتح level زي ده مثلا. في أول حاجة في البروبرتس، تختار العمود اللي أنت عاوزه. خلينا مثلا في عمود، عمود ريكتانجلر خرساني. ممكن نختار 300 أو 450 أو أيا كان. لو أنت عاوز بقى عمود، تعمل عمود على مقاس معين، أنت ممكن تعمل دوبليكيت وتسميه مثلا 700 في 800. وبعد كده تغير في الدايمنشنز بتاعته، تخلي البي 700 والاتش 800 وهكذا. آه، في هنا في البروبرتس، أول حاجة في structure material، انت ممكن تتحكم في الماتيريال بتاعته من هنا. ف custom bliss gray recast ايا كان اللي انت عايزها. والستراكشر ممكن تختار الكفر بتاع العمود. ده يفيدك في التسليح ويفيدك في تحليل الإنشائي. آم، في كمان، في بقى أما نيجي نعمل creation، هتلاقي فيه أول حاجة هنا rotate after placement. ديت لو فعلتها، لو جيت تعمل عمود وبعد كده تختار زاوية الميل بتاعته. وهنا مش هيظهر لأنه يعني أول حاجة المفروض أنت بيبقى فيه، بيقولك ديبس ولا هايت. ديبس دي هو بيشوف الليفل اللي انت واقف فيه وينزل تحته، وهايت ديت يطلع فوق. فنعملها هايت. وتبع احنا دلوقتي واقفين في الجراوند، عايزة يوصل للفيرست فلور ولا عاوزة تبقى مثلا فوق upper roof أو الروف أو unconnected، يعني تكتب انت الارتفاع بتاعك. فمثلا لو خليناها روف، هو العمود اللي قبل كده ما ظهرش لأن الفيو رينج مش هيظهره، الفيو رينج مش متظبط إن هو يظهره. آه كده عملناها كده، يبقى العمود ده من أول جراوند لغاية الروف. طيب لو أنا عملته مثلا unconnected height، وكتبت مثلا ديت تبقى 1000. آه تعال نشوف ال 3D. 3D بتيجي من هنا. ده العمود اللي هو احنا عملناه، اللي هو الارتفاع 1000. يعني خلينا مثلا نجيب annotation spot elevation. ده 800 اللي هو الارتفاع من أول الجراوند لغاية الروف. ده الارتفاع 1000. آه، في إيه تاني ممكن نقوله في الكولومز؟ في كمان يعني ممكن، في هنا عندنا أعمدة كتير زي الأعمدة الستيل، الأعمدة الخرسانية. أو ممكن إحنا نعمل insert الفاميلي مش موجودة عندنا، يعني insert load family. أروح مثلا على الإنجليش structure columns.
كونكريت. في أعمدة عندي، في راوند بدروب كابس، في ريكتانجل، في سكوير عمود دائري، في راوند ريكتانجلر. وهكذا ممكن انت تختار اي عمود هو مش موجود عندك في اللودد فاميليز. في حاجة كمان ان احنا لما بتيجي تعمل العمود، انت عايز تجيب في سنتر الاتنين جريدز دولي. لو الاتنين لونه ازرق يبقى كده هو اتحط في السنتر ما بينهم. كده هيبقى في نص، يبقى الجريد ده في نصه. طب انت عاوز تلف العمود، انت تضغط مسطرة يروح لف معاك كده. طيب احنا كنا روتيت افتر بليسمنت دي ما كانتش ظاهرة، فخلينا نعملها. آه، تعملها كده وبعد كده تلف العمود الزاوية اللي انت عاوزها، او تكتب هنا الزاوية اللي انت عاوزها، وليكن مثلا 45. فتعمل بزاوية 45. لكن لو عندنا جريد على المايل عاوزين نعمل عليه عمود، اضغط عليه مسطرة يبقى هو عمود يعني كده أو كده. موضوع الروم باوندنج ده انت اللي بتعرف ان العمود هيبقى من الباوندريز بتاعت الروم. دي حاجة معمارية أكتر من إنها إنشائية. في حاجة كمان نتكلم عليها اللي هي slanted column. slanted column في أول حاجة بيقول لي first click، عاوزها تبقى في أنهي level. أنا ممكن أخليها في ground. ماشي، هو بيقول لي إن ما ينفعش الاتنين يبقوا ground واتنين نفس المنسوب، فخلي ديت مثلا الفيرست، وبعدين ديت الجراوند. عايزة ديت مثلا بأوفست سالب 500، وديت بوزيتيف 500. خلينا مثلا نعمل كده، دي فيرست كليك ودي سكند كليك. لو رحنا في 3D هلاقي العمود معمول بالمايل كده. طيب في ايه تاني في البروبرتيز بتاعته؟ في بيز كات ستايل، عايزها بربنديكولار ولا هتبقى ازاي؟ خلينا نشوف هعمل ايه، هو قصده ايه. يعني لو عملت البيز، ركز في الصورة دي، في الحتة دي. لو خليتها horizontal هيخلي القطع كده، لو خليتها vertical خلي القطع كده. طيب وكذلك في نفس الشيء في التوب كات ستايل، نفس النظام. طيب في حاجة في البيز اكستنشن ديت اللي هو في الطول بتاعه، لو أنا عملت مثلا 500 هيمد الطول بتاعه كده، وكذلك في التوب. آم، في حاجة تانية ممكن نتكلم فيها في في السلانتد كولوم. مظنش إن في حاجة تانية ممكن نتكلم فيها. في كمان البروبرتيز ممكن نتكلم فيها. خلينا مثلا نختار العمود ده. أول حاجة البيز ليفل. البيز بتاع العمود هيبقى أنهي ليفل، جراوند فلور مثلا، ممكن تحط له أوفست. خلينا نروح في 3D كده. آم، أنا مختار العمود ده مثلا، هو موصل من الجراوند
عايز اوصله. ده البيز بتاعه الباك جراوند، عاوزه يبقى التوب مثلا الفيرست. اوصل له الفيرست، اوفست اخليه بصفر. اوصل للفيرست كده بالظبط. في بعد كده الكولوم ستايل، عايزه فيرتيكال زي ده ولا عاوزه انجل دريفن ولا اند بوينت دريفن اللي هو سلانتد. يعني خلينا نقول الفرق بين السلانتد والدريفن. يعني انا عندي العمود اللي هو سلانتد ده، خلينا مثلا انا دلوقتي لما بزود في الاوفست مثلا خليه 1000، وهنا 1000. طب خلينا بقى نخليه آه مش سلانتد، نخليه دريفن. طب خلينا نختار العمود ده، خليه اند بوينت دريفن. لو انا عملت كده بتحكم فيه كده ان هو يبقى سلانتد. خلينا نعملها تاني، بيز اوفست 1000، وهنا 1000. طب خلينا بقى نخليه اند بوينت. دي اللي هي دي انجل دريفن ودي اند بوينت دريفن، خليها انجل دريفن. ديت بتحافظ على الزاوية. يعني أنا جيت أحرك في الزاوية مش هيرضى، كده هيبقى سلنتد. طب لو خليتها دريفن، أنا عايز بس أجيبه في حتة يعني، خليني في العمود ده مثلا. انجل دريفن ده هو بزاوية معينة. اند بوينت دريفن. أظن يعني اتضحت الصورة. يعني هو في الاند بوينت ما بيحافظش على الزاوية، إنما في الانجل دريفن بيحافظ على الزاوية. في كمان كروس سيكشن روتيشن. خلينا مثلا، يعني أنا هنا العمود ده معمول 45، طب أنا عاوز أخليها زاوية تانية 90 أو 60 أيا كان. بيلف العمود حوالين نفسه بالزاوية اللي أنا عاوزها. احنا اتكلمنا قبل كده على البيس كات ستايل والتوب كات ستايل. آه في تاني في ال structure column. في عندنا اللي هي الاد جريدز. ديت بختارها، واختار خلينا نعمل جريدز الأول تانية. وأعمل سيلكت على الجريدز. بيروح عامل في الانترسكشن ما بين الجريدز العمدان اللي أنا بحددها. ممكن أحدد بقى أي تايب من العمدان اللي أنا عاوزها. بس قبل ما أبتدي أختار مثلا دي، وأعمل اد جريدز. هيروح عامل كرييت للأعمدة في الانترسكشن ما بين الجريدز.
وطبعا أما باجي أعملها، آم، بس كده، يعني ما أظنش إن في حاجة يعني تتعمل. آه، في كمان الاد كولومز ديت لما يبقى عندي أعمدة جاية من الموديل المعماري، و... وأنا عاوز أخلي تايبس معينة تتحول لعمود معين أنا عاوزه. بروح أعمل سيلكت على الأعمدة بتاعة المعماري، وبعد كده أروح مسلكت العمود اللي أنا عامله في البروبرتس هنا، محدده من البروبرتس. بعدين أعمل فينيش، فبيروح مغيرهم كلهم للعمود اللي أنا مختاره. في كمان تاج بليسمنت، ديت لو فعلتها بيعمل تاج للعمود. أول لما أعمل له كرييت يروح، يعني هو مثلا عامل البارامتر اللي يقراه، الأبعاد بتاعته 450 في 600. أنا ممكن أغير نوع التاج اللي أنا عاوزها، أخليها مثلا مايلة أو كده، أو أعمل سيلكت، أعمل يعني لود فاميلي لتاج معين أنا عايزها. كده أظن إن إحنا غطينا كل ما يخص الأعمدة. يعني كل الأعمدة أظن إن إحنا عملناها اللودابل، أو يعني إحنا الحاجات اللي هي سيستم واللودابل. ما فضلش غير اللي هي مثلا لو هتعمل لها موديل إن بليس، هتعمل columns structure columns، تعمل عمود بقى بسويب أو extrusion أو blend أو عمود معين أنت بقى عايز شكل معين. ودي هتبقى لها موضوع تاني أصلا، لأنها بحر طويل شوية، فمش هينفع نشرحها النهاردة. وهكذا أظن إن يعني الموضوع اتغطى بشكل كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.